لا الله يخليهم وبدعائهم. انا جاي لك من العلاج الطبيعي. انا عارف يعني كتر خيرك يعني يمكن لا يا حبيبي لا يعني مش كتر خيرك. انت جاي من العلاج الطبيعي في ناس بتنشر حاجات كلها كذب يعني. انا انا هحكي لك التفاصيل اللي وصلتني ان انا يجي لي نزيف في المخ وارتشاح في نفس الوقت، اللي هو قد يصل الموضوع الى انفجار في المخ لو ما لحقونيش. دكتور ياسر ربنا التشخيص الاولي كان جلطه في المخ. لا نزيف في المخ. نزيف في المخ وارتشاح. انا يعني اسمح لي عايز اشكر بعض الناس. يعني انا لم اتخيل ان دولة رئيس الجمهورية ان يطمئن عليا يوميا، وده بيبقى احساس عظيم جدا انك انت تشعر ان مصر بترد لاولادها الجميل. صحيح. ان احنا دايما عشنا ما تقولش ايه اديتنا مصر، بنقول هندي ايه لمصر. لا، مصر لازم تدي ولادها عشان ولادها يدوها. فاحنا عمرنا ما تاخرنا على بلدنا في اي محفل من المحافل ودون مقابل يا عمور. فلما تلاقي معالي رئيس الجمهوريه من خلال سياده الفريق عبد المنعم الطراز يطمئن يوميا على صحتي، ومعايا وزير الدفاع وانا في العلاج الطبيعي في المستشفى القوات المسلحه، ده شكر بالغ طبعا لدوله الرئيس، وشكر بالغ لمعالي وزير الدفاع على هذا الاهتمام اللي ادانا هذه الطاقه. ان احنا بقينا خد بالك المفروض النزيف في المخ ده بيجعلك يبقى عندك شبه شلل نصفي فلا تتحرك. يعني والله ثلاثة انا كنت بتمنى ان انا امشي على عكاز، فربنا اكرمنا بدعاء الناس. انا كنت بدن في جامع، خدوا الاذان بتاعي حطوه في جامع تاني عشان الناس تدعيلي. فبدعاء الصالحين وبدعاء الناس اللي هي انا بقول لهم كتر خيركم على كل دعاء دعيتهولي، ان انا استطعت ان انا امشي واطلع سلمي بنفسي واعمل كل حاجه بنفسي، وبعمل جوجنج دلوقتي في الاستاد الحمد لله رب العالمين، وبتعالج عند دكتور حسام الابراشي دلوقتي بعد ما خلصت المستشفى. احتمال انزل المنتخب بعد كده ان هذا الرجل الجميل يعني بيعالج لاعبي المنتخب عندما يصابوا باي شيء يخص العضلات. او قعدت قد ايه مريض في المستشفى؟ انا من 17/11. طبعا الاخبار التي اذيعت ونشرت وما حدث لي كان سببه ايه، طبعا الناس ما تعرفش برضه ان ما ينشر برضه. انا عايزك النهارده تتكلم معانا بقلب مفتوح وبصراحه، وانا بشكرك انك انت خصتنا باول حوار ليك بعد اول ظهوري فعلا يا عمرو. انت اخويا انت الله يخليك انا عارف. فوجئت باخبار نشرت ان ايمان البحر درويش مهدد بالسجن في حاله قيامه بالغناء في حفل نادي النصر في مصر الجديده. طبعا انا ما بقتش فاهم في ايه. فاللي بينشر كمان في بعض الناس بتعتقد انه صحيح، يقول لك الراجل ده مهندس فهو مشطوب من النقابه وهو عضو منتسب، رغم ان انا نقيب الموسيقيين. خد بالك نقيب الموسيقيين عندما يتم ترشحه في ناس بتطعن عليك ان انت مهندس. فاللجنه المشرفه على الانتخابات رفضت هذا الطعن، بل وصل الموضوع الى ان المحكمه الاداريه العليا اصدرت حكمها بان هذا الرجل هو نقيب الموسيقيين، وكل هذا الكلام كلام كذبا وافتراء. لانك انت راجل كونك عضو في نقابه المهندسين ده شرف لي ان اكون مهندس، فده لا يمنعني ان اكون نقيب الموسيقيين، لان يشترط القانون على ان البني ادم لازم يكون دخله كله عندما تكون عضو عامل ان يكون دخلك كله من خلال اشتغالك بمهنه الموسيقى والغناء. وانا بقالي حاجه و30 سنه دخلي كله من خلال الموسيقى والغناء، وقدمت اقراري الضريبي ان كل دخلي من خلال الموسيقى والغناء. فبالتالي المحكمه حكمت لي هذا الحكم لا يمكن الطعن عليه خالص، لانه حكم اعلى منطقه في المحكمه الاداريه العليا دي يعني حكم قضائي نهائي وبات خلصت خلاص. فلما ينشروا كده بعض الناس تصدق، يقول لك ده مشطوب. انا مشطوب، نقيب الموسيقيين مشطوب بالنقابه. الحاجه الثانيه اشد من كده، يقول لك ان خد بالك كلمه ان هم طبعا اول ما مسكت النقابه في عندك الجنحه مزاوله مهنه بدون ترخيص، دي جنحه ياخد عليها اي حد سجن. فلما لقيت اللي بيمضي على هذه الورقه احد المندوبين، قلت لا، احد المندوبين ممكن لو حب، لو المغني او الموسيقي ما دفعلوش المعلوم يروح عامل له الموضوع ده يدخله سجن. فبالتالي قلت ما ينفعش يوقع على هذه الورقه الا بتوقيع النقيب العام. حلو. طبعا في الصعيد وكده القضاه للاسف نتيجه ان هم بيلاقي قدامهم القانون بيقول دي جنحه،
فبالتالي بيحكم بالسجن. بس هو القاضي لا يعلم ان ممكن يكون هذا الكلام غير صحيح، لان اللي ماضي عليه احد المندوبين مش النقيب. مش النقيب. عشان كده خليتها في ايد النقيب، وكان لازم الفنان الاخ العزيز هاني شاكر كان لازم يجعلها دي، لان بيتعمل الكلام ده مع كل الموسيقيين اللي ما بيدفعوش المعلوم لبعض الناس. فبالتالي حتى تلاقي انا يعني من بعد ما فاز هاني انا رفعت دعوه في القضاء لوقف الانتخابات لمخالفتها للقانون. فلما القضاء المستعجل رفض هذه الدعوه في القضاء المستعجل وفاز هاني، نفسي تشوف انا قلت ايه. مبروك لهاني ازاي، وربنا وفقك ويحميك من هذا المستنقع من الفساد. قدامنا فعلا، احنا يمكن قدامنا تهاني ليك، انت كنت بتهاني. لا، قلت كل الكلام الذي يستحقه هاني دون مجامله. ليه؟ لان هاني راجل، انت تعرف ان هاني راجل محترم، ولكنه يقع في مستنقع فساد مليء بالفساد. طب انا بس عايز استنبط واللي حصل مع ايمان البحر درويش يخوف اي نقيب. انا بقى عايز افهم منك ايه اللي حصل معاك. يعني انا بس الاول فهمت منك الحاله الطبيه، جالك نزيف في المخ. النزيف ده جه منين؟ الناس بقى ربطت. انا هقول لك ان في ارتباط ما بين النزيف في المخ وما قيل انه في بلاغ قدم من خلال نقابه الموسيقيين ضدك النائب العام بانك انت ما تغنيش تاني. البلاغ لا يؤثر فيا خالص. ليه؟ لان انا معايا اوراقي. في بلاغ اتقدم فعلا. لا، هم ما قدروش يقدموا بلاغ لسبب واحد، هو بلاغ ده بس بينشر في الجرايد للناس. لكن هذه كل دي احكام قضائيه من القضاء الاداري الواجب النفاذ. هذه الاحكام بتقول ايه؟ بتقول ان النقيب العام للموسيقيين هو الفنان ايمان البحر درويش، لان انتخابات الفنان هاني شاكر تم الغائها من القضاء الاداري، وهاني طبعا ليس له صله بالقانون. ولكن طبعا نقابه الموسيقيين لها حق التعقيب طبعا لا، او حق رد مكفول. يعني هي لها حق التعقيب عندما اكون بقول كلام ليس صحيحا وغير مؤيد بالمستندات. يعني انت عاوز تقول انك انت الان ما زلت انت المفروض طبقا لحكم القضاء؟ لا، مش الان. مش انا ما بقولش كلام يستحق الرد من اي حد. ليه؟ ان انا بقول احنا قدامنا على الشاشه ده البلاغ اللي قدم من النائب العام ضدك. ده النائب العام. النائب العام طبعا. طب انا بس عايز اعرف ايه اللي وصل للموضوع ان النقابه تقدم بلاغ قبل ما اتكلم في موضوع مين النقيب. هم بيحاولوا. انا صدر لي حكم. هذا الحكم بيقول ايه؟ عودتي كنقيب للموسيقيين. ده بتاريخ كام الحكم ده يا استاذ ايمان؟ بص يا حبيبي، صوره من الصيغه التنفيذيه ده حاسب لك كل الاوراق دي يا عمرو. صوره من الصيغه التنفيذيه للحكم المطعون فيه من انتخابات الفنان هاني شاكر والسيد ايمان البحر رقم 267237 لسنه 69 قضائيه. هذا الكلام انا بقول لك رقم حكم. التعقيب ما ينفعش تعقيب. ليه؟ لان التعقيب هيبقى كلمات. ده حكم قضاء اداري؟ قضاء اداري. هذا الحكم الفنان هاني شاكر ممكن طعنوا عليه قدام الاداريه العليا. ما هو انا الفنان هاني شاكر رجل ليس له صله بالقانون. بمعنى ايه؟ انه ما عندوش خبره في القانون. ده راجل فنان جميل لكن ليس له صله بالقانون. انا راجل قريت قانون. لما انا انتخبوني كنقيب فقعدت اقرا في القوانين عشان اعرف انا مسؤوليتي عامله ازاي. فبيقول لك لو معاك حكم نهائي تعالى نفذ. طبعا احكام القضاء الاداري احكام واجبه النفاذ بمسوده الحكم وبدون اعلان. حلو. هو هنا قدامنا اهوت استاذ هاني شاكر قال لك لو معاك حكم قضائي نهائي تعالى نفذ. هو ده قدامنا. طبعا هاني انه لا يعلم في قضاء. فانا قلت له الاخ العزيز هاني شاكر احكام القضاء الاداري احكام واجبه النفاذ تماما حتى يصدر حكم من المحكمه الاداريه العليا بوقف تنفيذ هذا الحكم او الغائه. مش العكس. انت فاهمني قصدي؟ مفهوم. فانا ببعت كده لهاني ليه؟ عشان هاني ممكن اللي حواليه يخدعوه. يعني ممكن المحامي يقول له يا استاذ هاني ده مش حكم نهائي، لان احنا دايما بنعرف ان الاحكام القضائيه يجب ان يكون حكم نهائي. في القضاء الاداري لا، القضاء حكم واجب النفاذ ما لم يصدر حكما من المحكمه الاداريه العليا بوقف تنفيذ هذا الحكم او الغائه. طب صدر الحكم ايه علاقته بالبلاغ اللي قدم ضدك؟ البلاغ ده عشان انت كان عندك حفله فعلا. كان عندي حفله. فين؟ في نادي النصر. وعملتها وقلت انا عايز راجل يجي لي. عملت مداخله في قناه قلت لهم انا عايز راجل يجي لي. ما يقدروش. ما حدش يقدر يمنعني عن الغناء خالص. ليه؟ لان انا معايا احكام قضائيه يعني مش عايز اقول لك بكل المقاييس احكام قضائيه. طب هل في علاقه بين الحفله وبين الحكم وبين البلاغ المقدم لمعالي النائب العام؟ ما هو انا دخولي للنقابه دي معناه ان في 3/4 في السجن. انا راجل عنيد جدا واقف
في الحق طبعا لينا احترام كامل لنقابه المهن الموسيقيه واعضائها الاجلاء كلهم طبعا. لا، اعضاء ليس لهم صله للافشال. اعضاء مجلس ادارتها برضو مجلس ادارتها ده ليس له قيمه وليس له وجود بهذا الحكم، لان هذا الحكم هذا كمان مسؤوليتك انت يا استاذ ايمان. لا مش مسؤوليتي. دي مش مسؤوليتي. عندما يكون حكم قضاء اداري ما فيش حاجه اسمها مسؤوليتي. في حاجه اسمها حكم يجب ان يحترم. هذا الحكم لو انا كنت عايز هل انت ابلغت النقابه انك انت عايز تنفذ الحكم وما رفضوا؟ حبيب قلبي تم اعلانهم، وتم اعلان السيد وزير الثقافه الذي احيل خارج الوزاره، والوحيد في جميع الوزراء الذي لم يحترم اللي هو سياده الوزير نمنم. الوحيد الذي لم يحترم احكام القضاء. فاللي انا عملته ايه؟ اللي هو برضه احترامه وتقديره. بكلم سياده الوزير. ما انا برضه بقول لك ده الكلام ده كله عباره عن احكام قضائيه واعلانات مثبته. جميع الوزراء احترموا احكام القضاء، النقابه لا تحترمها. ده موضوع لا يخص الدوله. لان النقابه دي فيها ما فيها. طيب ايه بقى اللي حصل وادى الى نزيف المخ؟ انا بس عايز اوصل. انا لما لقيت ان انا معرض للسجن. يعني ايه معرض للسجن؟ يعني ممكن وانت بتغني حد يطلع على الستيج يمسكك قدام الناس لو الكلام ده صحيح. فبالتالي كثير من الناس لا تعلم هذه الأحكام صدرت بأي شكل، لأن الدولة لم تنفذ هذه الأحكام حتى الآن. فبالتالي ممكن حد يجي يعمل هذا الموقف قدام الناس. فكلمت معالي الوزير فلم يرد، فكلمت السيد رئيس الوزراء وطلبت موعد عشان يشوف الحكم ده ويشوف ايه اللي بيجرى. حلو. فمدير مكتبه راجل محترم جدا، فبلغني يعني ان شاء الله هنحدد موعد مع معالي رئيس الوزراء. فبالتالي لما جالي نزيف في المخ قلت له يا فندم انا جالي نزيف في المخ. ده جالك فجأة النزيف؟ طبعا. طب ليه فترة المرض دي كان في اختفاء؟ يعني ليه ما قلتش انت في مستشفى ايه؟ او ليه اختفاء؟ ليه الاعلام والصحافة لم تعرف؟ انا منعت غير بعض الصور اللي يمكن شفناها. ان عملوا في شادية الله يكرمها يا رب، عملوا في شادية شيء غير يعني غير آدمي. هذه الفنانة العظيمة والست الفاضلة لما حد يصورها صورة بهذا الشكل. فبنتي الحمد لله كانت بمليون راجل منعت كل الناس ان هم يجوا او يصوروني او وطبعا احساسي في محله. احساسي في محله. ليه؟ بنتي نشرت صورة وهي نايمة على صدري بس وشي مش طالع. قال لك ده كذاب، ده مش عيان. عشان كده عملت تدخل قلت لهم والله نفسي ده لا ينطبق عليهم غير حاجه واحده زي ما قالها جمال بخيت، دين ابوكم اسمه ايه؟ يعني انا راجل ما نشرتش اي حاجه خالص عن مرضي. ليه؟ دي صورتك في المستشفى. دي مستشفى ايه يا استاذ؟ دي مستشفى الوران في اسكندريه. فما نشرتش اي حاجه. هي راحت واخداك وديتك مستشفى الوران في اسكندريه. قعدت قد ايه في المستشفى؟ من 17 11 قعدت تقريبا حوالي اسبوعين. وبعد كده رحت على العلاج الطبيعي في مستشفى قوات المسلحه في العجوزه. كان ايه رد فعل النزيف؟ كان اثر في ايه بقى؟ النزيف بقى في المخ في الجزء اليمين يتبعه شلل في الجزء الشمال، وبالتالي عندك ارتشاح كمان قد كان يؤدي الى انفجار في المخ ولولا دعاء الناس والحمد لله. وانا كنت متبع شيء اعتقد كل الناس لازم تعمله، ان الصدقه تجعل مصائب الدنيا كلها ربنا يخفها عنك بالصدقه اللي هي بدون تبقى انت بتعملها بس الاتقاء. اي شيء ممكن يحصل لك فربنا بيلطف في القضاء على طول، غير ان هو داووا مرضاكم بالصدقه. ده شيء يجب ان تكون واثق فيه ثقه شديده جدا جدا جدا. طيب انا ليه سؤال، انت ليه حملت الفنان الكبير؟ قلت كده حمل الفنان الكبير هاني شاكر مسؤوليه مرضي. طب طبعا يعني طبعا ليه؟ هو ذنبه ايه؟ لا مش ذنبه. الذي يمثل النقابه امام الغير ولدى القضاء هو النقيب العام. مين النقيب العام؟ الفنان هاني شاكر قبل صدور هذا الحكم. فبالتالي الفنان هاني شاكر يعلم جيدا ان احكام القضاء وهو يحترمها تماما. ليه؟ اننا النقابه لم تحترم احكام القضاء الصادره من قبل، ولكن عندما اراد ان ياخد ورقه يقدمها للسفاره الانجليزيه والسفاره الفرنسيه، هل راح النقابه ولا جالي انا؟ النقابه لم تحترم احكام القضاء ولم تنفذها. جالي انا كايمان البحردويش. ليه؟ لانه عارف ان احكام القضاء واجبه النفاذ. لكن لما جاء حكم القضاء ضده وهو نقيب قال لك لا عايز حكم. بس ايه علاقته بمرضك؟ يعني انت مرضي ان ما نشر عن لسان النقابه مسؤول عنه هاني شاكر، مش مسؤول عنه اي حد تاني. هاني شاكر يعني هاني شاكر مسؤول عن مرضك؟ هاني شاكر مسؤول
عن كل ما يصدر من نقابة الموسيقيين في حق أي بني آدم، بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الصادرة من النقابة منذ تاريخ صدور هذا الحكم في حكم العدم. بمعنى إيه؟ أن في ناس تم القبض عليها بتهمة التزوير، والنيابة أفرجت عنهم بكفالة 10,000 جنيه. فبالتالي النقابة قدمت أوراق عشان تبرئهم. هذه الأوراق كلها أصلا في حكم العدم، لأنها صادرة من ناس تم إلغاء انتخاباتها منين؟ من القضاء الإداري. وبالتالي جميع الأوراق الصادرة من النقابة منذ تاريخ صدور هذا الحكم باطلة تمام البطلان. ومنذ هذا الحكم أنت رسميا أنا النقيب. وأي ورقة توقع في النقابة مش أنا اللي موقع عليها أصبحت في حكم العدم كمان. طب هل أنت سألت يا أستاذ إيمان هل هناك إشكال قدم في الحكم؟ هل هناك طعن قدم في الحكم؟ مش احتمال مثلا دايرة فحص الطعون في الإدارية تكون نظرة الطعن ولا ما فيش معلومات؟ عشان خاطري حبيبي اتفضل. الفنان هاني شاكر قال إن ما فيش حكم بالشكل ده، رغم أنه طعن عليه في الإدارية العليا. حصل طعن يعني. تمام. هذا الطعن لا يوقف التنفيذ، لأن الطعن يجب أن يصدر من المحكمة الإدارية العليا حكم إما بإيقاف التنفيذ أو بإلغاء الحكم. هل صدر؟ كانوا قدموه. طب الطعن ده منظور؟ حبيبي أن يكون منظور لا يوقف التنفيذ. لا أنا بسأل منظور ولا تم الحكم فيه أيضا؟ لم يتم الحكم فيه وإلا كانوا قدموه. أنت تابعته يعني؟ لا يعني لم يحدد له جلسة أصلا يا عم. لم تحدد له جلسة حتى الآن. فبالتالي لو هو صدر حكم من الإدارية العليا كانوا هيقدموه، لكن هو لم يصدر حكم من الإدارية العليا. معنى كده أن هذا الحكم هو الحكم اللي واجب النفاذ. لكن انا بكلمك في النقطه الثانيه بقى اللي هي سبب النزيف. انتوا بتقولوا ان انا راجل مهندس ومشطوب من النقابه، مش صدر حكم من المحكمه الاداريه العليا ان انا نقيب الموسيقيين رغم الطعن عليا ان انا مهندس. فبالتالي ما ينفعش ان انت تقول ان انا مشطوب او ان انا بقيت عضو منتسب. كلام غير منطقي. هو قالوا مشطوب ولا فصلوك من النقابه؟ ان انا فصلوني من النقابه. انا قدمت بلاغ، انا بقول لسياده النائب العام انا قدمت بلاغ في نيابه عابدين ان شالوا اسمي من الكمبيوتر بتاع النقابه. تخيل نقيب الموسيقيين اتشال اسمه من الكمبيوتر بتاع النقابه ان هو عضو عامل في النقابه. يعني انت الان مش عضو حتى في النقابه؟ حبيب قلبي كل الكلام ده كلام فارغ. لا انا بسال يا حبيب قلبي. على الورق النهارده الورق ده ما يفرقش معايا خالص. ايوه على الورق انت عضو ولا مش عضو؟ انا نقيب الموسيقيين عامل قانونا. انا بسال سؤال. انا عضو ولا مش عضو وانا نقيب الموسيقيين؟ هل يعقل اني اسال سؤال زي ده؟ انا راجل نقيب الموسيقيين قانونا. انا بتكلم على الاجراء اللي اتعمل معاك. حبيب قلبي انا نقيب الموسيقيين قانونا. ينفع تقول لي ان انت عضو منتسب او ولا عضو ولا مش عضو؟ ينفع تقول لي كده؟ تنفع تسالني؟ لا انا بسال على الاجراءات اللي اتخذت معاك. يعني اصل بص كمل معلومه. حبيب قلبي لا يستطيعوا اكبر شنب فيهم اذا كان عندهم شنب. لا يستطيع اي واحد فيهم ان يمنعني من غناء او يقرب ناحيتي او يصدر اي قرار تجاهي، لانني امتلك هذه الاحكام القضائيه الواجبه النفاذ التي تقر. انا فاهم. التي تقر. انا فاهم كلامك يا ايمان. انا بسال على الاجراءات اللي اتخذت ضدك. يعني بدات الاول ببلاغ للنائب العام. حبيب قلبي مظبوط. وبعدين خد بالك كلمه بلاغ. بص سياده النائب العام لا يقابل احد. لما تروح تتصور قدام مكتب سياده النائب العام ده مش معناه ان انا فاهم. انا بسال الاجراءات الاداريه اللي اتخذت ضد ايمان ايه؟ ما فيش اي اجراء اداري اصلا ينظر له سياده النائب العام، لان كل الاحكام دي موجوده لسياده النائب العام. طب الشطب اللي تم بناء على قرار مين؟ ولا ما ينفعش شطب يتم الا قانونا يا حبيب قلبي. مين اللي يشطبني؟ جابوا الاستاذ حلمي بكر وهاني هنا يحققوا معايا. المحكمه مش هم اوقفوني عن العمل كنقيب. المحكمه لغت ده خالص. حكم محكمه. فده معناه انهم ليس لهم قيمه على الاطلاق كل ما فعلوه. طيب جاء المرض، ايه اللي حصل؟ النقابه عملت معاك ايه بقى في مرضك؟ اشاعوا ان هم، عشان تعرف الكذب بس، اشاعوا ان هم بيعالجوني بيدفعوا حساب النقابه. يعني بيحسبوا حسابي في المستشفى. ازاي تدفع حساب واحد مشطوب؟ يعني انت راجل بتقول ده مشطوب. ازاي تتحمل نفقه واحد مشطوب؟ وبعدين بعد ما معالي وزير الدفاع والسيد يعني دوله الرئيس اصدر قرار بعلاج الفنان ايمان البحر درويش على نفقه الدوله كاملا. فالناس اللي عايزه تركب الموجه يقول لك احنا بنخاطب معالي وزير الدفاع وبنخاطب السيد رئيس الجمهوريه ان هم يتحملوا مش عارف ايه. طبعا سياده الرئيس لا يحتاج لحد يذكره باولاد البلد. ده استضاف الاخت الفاضله اللي هي بتسعى على رزق اولادها واخواتها، استضافها في بيته عشان يعرف ان الشرف، ان هذا جزاء الشرف والاجتهاد
ايمان البحر درويش قدم لبلده الكثير، فلا يحتاج معالي وزير. يعني السؤال، النقابه لم تقدم في علاج ايمان البحر درويش شيئا؟ لم تقدم شيئا، ولا يستطيع قانونا ان يقدم لي شيئا على المستوى الانساني. وحتى لو قدم لي حاجه انا ارفضها، واعلنت هذا الكلام. لا، ما لو قدم لك حاجه نحب برضه نعرف انه قدم وانت رفضت. ما هو اصلا لا يستطيع. ما انا بقول لك واحد انا بس هو يعني هل عرضت النقابه على العلاج لايمان؟ هم بيكتبوا في الجرايد حاجات عشان الايمان البحر جاله نزيف بسبب مين؟ بسبب النقابه. عملوا ايه؟ قال لك لا احنا ما عملناش حاجه، احنا ما قلناش حاجه، احنا ما قلناش ان الراجل ده يتوقف عن الغنى، مع ان الكلام ده مكتوب عندك ان انا مهدد بالحبس وفي بلاغ للنائب العام. كل الكلام ده لغوه ليه؟ لان معروف اذا كان هناك خطأ، هذا الخطأ سبب ضرر فيستوجب التعويض. فعارفين ان انا مش هسيب حقي، ان انا راجل في الحق بجاهد الى اقصى مدى. فقال لك احنا ما قلناش كده، لا انتوا قلتوا كده وكل حاجه موجوده. وعندي انا كمان لما بتروح تجدد الكارنيه من النقابه يرفض يجدده لك. ليه؟ يروح كاتب بقى اصل انت عضو منتسب وانت ده عندي الكلام ده كده قانونا. هو اداك ورقه بكده انك انت عندي ده يعني انت تم. انا بس عايز اعرف برضو القرار الاداري اللي صدر بشطبك ولا تحويلك من عضو عامل الى منتسب؟ لما تيجي السؤال بس عايز اعرف اجابته. يا حبيب قلبي لما عمرو لما تقعد تفكر في ناس كدابه يبقى انت انا بسال القرارات الاداريه اللي صدرت ايه؟ انا افكر في قرار اداري انت بتقول لما رحت دفعت ادوني ورقه ان انا منتسب. انا بسال انا بروح ادفع. ده حصل امتى؟ الواقعه دي حصلت امتى؟ اللي هو 2017 يرفض يجدد لك ولا 18 قصدك؟ و17 و18 بيرفض ايه؟ يجدد لك الكارنيه. فبتعمل ايه؟ بتروح تدفع في المحكمه عشان ترغمه خلاص. فهو بيمضي لما يروح المحضر عشان يعلنه، فبيمضي ان انا بقيت عضو منتسب بناء على ايه؟ بناء على دماغهم. طب ما في حكم محكمه قضاء اداري صدر بان كل الكلام ده كلام لاغي في حكم العدم. ده معناه ان انا ما اتناقش هو اتخذ ايه. مين اللي اتخذ؟ ليه سؤال تاني على المستوى الانساني بقى. اتفضل. يعني وانا اعرف هاني شاكر انسان دامس الخلق جدا، هل هاني شاكر على المستوى الانساني مثلا سأل عليك في مرضك اكلم اسرتك؟ لم يحدث. ولا حد من اعضاء النقابه؟ من المجلس؟ لما يكون واحد تسبب لك في نزيف في المخ يا عمرو يقول لك انا بسأل عليك وبخاطب معالي وزير الدفاع. بس انا بقى عايز اعرف معلومه حصلت ولا لا. بص يا حبيب قلبي لما واحد يكون تسبب في نزيف ده خلاف قضائي على فكره. فده يعني لا 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 لا, لا معلش برضه الكلام ده كلام غلط. الخلاف القضائي صدر حكم فيه، ما حدش يتكلم ان فيه خلاف قضائي. الخلاف القضائي عندما يصدر فيه حكم لا مش خلاف شخصي. انا عايز اقول يعني لا يعني خلاف شخصي. هل في خلاف شخصي؟ طبعا. في ايه؟ ان في احد الموسيقيين اشتكى في النقابه عشان ما خدش فلوسه من فنانه، فلما الفنان هاني شاكر ما جابش حقه فابتدى يشتم في هاني شاكر. وانا لا اقبل ان حد يشتم هاني شاكر. ليه؟ ان انا لما دخلت النقابه اصدرت قرار باجماع المجلس ان اي موسيقي هيتلفظ بقول على اي موسيقي اخر مش هاني شاكر بهذا التاريخ، اي موسيقى على اي موسيقي تاني يتم وقفه وحتى للتحقيق. فبالتالي اللي يعمل كده لا يقبل ان هاني شاكر حد يشتمه. ده نمره واحد. وعندي سبحان الله عندما طلب مني هذا الموسيقي ان انا اطلع معاه في برنامج ومتخيلين انا هطلع معاه في البرنامج عشان اشتم هاني شاكر، فانا رفضت. فالراجل شتمني. ففوجئت ان مراته وابنه بيكلموني وبعض الموسيقيين ان هذا الموسيقي اتاخد من بيته في الفجر اتحبس. قلت لهم ليه؟ قالوا عشان سب وقذف الفنان هاني شاكر. قلت لهم السب والقذف لا يستوجب ابدا الحبس، ده بيتعرض على النيابه والنيابه تقرر اذا كان ينزل جلسه ولا لا. فعرفت ان هناك توصيات لحبس هذا الموسيقي. تمام؟ فكلمت معالي وزير الداخليه قلت له يا فندم هل يجوز ان تعود بعد الداخليه ما بقت هي اللي بتحمي الشعب؟ هل يجوز ان حد يتاخد من بيته هذا الشكل؟ فتكرم يعني مشكورا ان هو كلم مدير امن الجيزه لبحث هذا الموضوع، وتم الافراج عن سيد الابيض من الاسم اللي كان محبوس فيه نتيجه تدخلي، رغم ان هو شتمني. بس انا ما دافعش عن سيد الابيض، انا دافع عن بس انا مش شايف ان في خلاف شخصي بينك وبين هاني شاكر. يعني الكلام اللي قلته ده كله واحده اتفضل. لما انا عملت كده اللي حوالين هاني شاكر سخنوه، قال له ده بينصر عليك واحد، وقالوا عليه ان هو مسجل خطر. وطبعا لما يكون واحد مسجل خطر ومعالي وزير الداخليه يتدخل ده شيء يضحك. معالي وزير الداخليه لما يتدخل الافراج عن واحد مسجل خطر ده الكلام ده لا يمكن يكون صحيح. ما علينا. فوجئت بيه في قناه تونسيه
يقول لك ان انا نصرت واحد مسجل خطر عليه بدل ما ابقى معاه طمعا في كرسي النقابه. هذا الكلام اصبح شخصي دلوقتي. انت سمعت الكلام ده بنفسك؟ بنفسي طبعا. وكتب على الصفحه بتاعته ان هو قدم بلاغ فيا ان انا بحرض واحد يشتمه. انا بحرض واحد يشتمه عشان ايه؟ عشان تدخلت لانقاذ راجل مسؤول عن عيله ان تم سجنه ظلما وزورا، وتفضل معالي وزير الداخليه بالافراج عنه لان هو حبس ظلما وزورا. ده بقى اصبح خلاف شخصي دلوقتي. ما تقولش عليه انه مش خلاف شخصي. وبعدين طبعا في كرسي النقابه لا. بس برضه في المقابل انا شفت برضه 3 مواقف عايز اقولهم. ثانيه واحده بس. ان الاستاذ هاني شاكر قدم استقالته اكتر من مره، يعني واضح ان هو برضه هو معلش نفسه. بص كلام بتاع بص، الاستقاله دي عندما تقدمها وانت لست نقيب ليس لها قيمه. صدر الحكم خلاص، فانت بتقدم استقاله على ايه؟ هو انت نقيب اصلا؟ بس هو فعليا هو اللي قاعد في النقابه بيديرها، فلما يقدم استقاله ده معناها ان هو راجل يعني مش عايز الكرسي. صدر حكم ضدك ان انت مش نقيب. فبتقول انا بستقيل. بتستقيل من ايه؟ ممكن تقول لي؟ انا بستقيل من ايه؟ قول لي. انا راجل مش نقيب قانونا بستقيل من. وبعدين يقول لك الاستقاله بتقول انا بستقيل عشان الجمعيه العموميه لم تقف معي ضد السفاله وقله الادب اللي هو بيشتمها يعني. ده انا لا، انا طبعا انا ارفض ان حد يتطاول على هاني شاكر، ده طبيعي لان انا اصلا قلت لو موسيقي تطاول على موسيقي انا اوقفه واحيله التحقيق، مش هاني شاكر. فما بالك لما حد يتطاول على هاني شاكر، اصلا ده انا ارفضه تمام. لكن انك انت تتبلى عليا وتقول ان انا بحرض واحد يشتمك، ده طبعا دي اساءه. ما حصلش بعد المرض اي محاولات يعني اصلاح الامور، اعاده اصلاح الامور؟ ما هو المشكله اصلاح الامور بتاعت ايه؟ لا انت فنان كبير وهاني شاكر فنان كبير. الفنان الكبير ليس له دخل بهذه انا بتكلم بعيدا عن النقابه حبيبي. الفنان الكبير بمواقفه، مش الفنان الكبير بغناه. الفنان الكبير. طب الموقف النهارده ايه على الارض؟ عشان ننتقل معاك لموضوع اخر يعني. الموقف اللي على الارض ان ستتحمل هذه النقابه ان تدفع لي تعويضا عما حدث لي من ضرر نتيجه هذا الخطا المتعمد والذي تثبته هذه الاحكام القضائيه كامله. فبالتالي مين يتحملها؟ هاني شاكر كنقيب انه مسؤول عن النقابه. مواقفي مع هاني شاكر تجعله ما يعملش كده ابدا. ليه؟ ان هترجع كل اللي انا قايله على هاني شاكر في جميع المواقف بتاعتي من منذ ان فاز بشكر فيه شكر بالغ. وعندما يسالني احد عشان يوقع بيني وبينه ما رايك في اداء الفنان هاني شاكر في النقابه، اقول له لا، انا ما احكمش على اداء هاني شاكر في النقابه، اللي يحكم عليها الناس اللي لهم خدمات في النقابه. دي ارائي اللي بقولها ومنشوره، ويرجع اي حد على النت يشوف لو انا تلفظت لفظ بس واحد غلط فيه معلش، لكن هو اللي عمله فيا يتحمل نتيجته قانونا. دي وجهه نظري. طيب يعني يمكن زي ما قلت قبل كده حق الرد مكفول للفنان الكبير هاني شاكر فيما يخص الاحكام يعني القضائيه وطبعا العلاقه الانسانيه. احنا حق يا جماعه، حق الرد مكفول ده لما كنا بقول كلام، انا ما بقولش كلام. ايوه مفهوم. سيادتك هذه جميع الاحكام التي صدرت تراجع عليها، عشان لما يجي حد يقول لك والله اصل انا مش عارف ايه، ده كلام مرسل. دي حافظت مستندات فيها جميع الاحكام التي صدرت وتنفيذا كمان تم تنفيذها كمان من محكمه هو الاستاذ ايمان البحر الدرويش. عشان اقول برضو في احكام محكمه برئاسه السيد المستشار احمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدوله رئيس المحكمه وعضويه. هو المقدم صوره من الصيغه التنفيذيه للحكم الصادر بتاريخ 8/5/2016 الذي منذ هذا التاريخ يا عمور في انتخابات الفنان الاستاذ هاني منذ شاكر. هذا التاريخ يا حبيبي هذا المجلس. ورقم الدعوه لسنه 60237 سنه 69 قضائيه. اعلان الصيغه التنفيذيه للحكم في المستند للنقابه السيد وزير الثقافه. صوره من الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا موضوع في الدعوتين رقم كذا وكذا. صوره من قرار الفتوى. تمام يعني انا كده انت حضرتك اديتنا كل ما يخص كل المستندات لما يجي حد يقول لك انا ليا حق الرد وصور الايصالات اللي سدد الاشتراك السنوي في المصدر للنقابه. حق الرد ده مش واحد يتكلم كلام. تمام اشكرك. يعني مثلا لما يجي يقول لك انا ليا حق الرد، لما اجي اجيب لك حق الرد بتاعي ما ينفعش حق الرد بتاعي يبقى كلام يا عمور. ما تيجي بقى نسمع المسحراتي بقى ونطلع بقى من المود بقى. الحمد لله اولا على السلامه. الله يكرمك. لا انا عايز اقول لك انا كنت بدعي ربي ويا ريت المشاهدين يامنوا معايا. انا اتمنى ان شاء الله ان طبعا احنا بقالنا كتير قوي المخ بيتحكم في حاجات كتير قوي قوي قوي، ان انا يبقى انا قادر على الاذان في الجامع اللي كنت بدن فيه في التجمع
ولله الحمد يعني هل ابتديت. دلوقتي المرض اثر على صحتك دلوقتي، يعني على ادائك وغنائك، ولا الاخبار ايه؟ لا انت بتحتاج ان ده يتزيد بقى ويبتدي لان يتدرب حضرتك تاني. بتعرف تغني ولا لسه، ولا ايه الاخبار؟ لا يعني طمنا عليك. انا كنت بص، انا ما دعيتلوش موضوع الغنى بقدر ما دعيت له ان انا ارجع عدنا للاذان. اطول الناس اعناقا يوم القيامه المؤذنين. فانا الحمد لله رب العالمين باذن الله اتمنى من الساده المشاهدين يامنوا معايا ان يوعدني الله سبحانه وتعالى اكون قادرا على الاذان في اول رمضان باذن الله تعالى. الله اكبر الله اكبر. اهو باذن الله ربنا استجاب وهيستجيب بدعائكم. الله ان يكرمكم. شاء الله نشوفهم من صحراء تيري من البحر ده. بلغنا رمضان يا رب. امين يا رب. كل سنه وانت طيب، رمضان كريم عليك يا ايمان ان شاء الله. اللهم بلغنا ربنا ينعم عليك يا رب. بالصحه ان شاء الله باذن آمين. الله آمين. والعافيه، وترجع كما كنت وافضل ان شاء الله. كرم الله وفضله عظيم والله ثلاثه. والله العظيم الحمد لله رب. مين بقى اللي كان بيسال عليك بقى عايز اقول لك في ناس، يعني في ناس كسبتهم من هذا التعب. باذن الله ربنا يجمعنا بيهم في جنه الخلد باذن الله تعالى. في اخويا محمد المنوفي، ولاده احمد وعمر عبد الرحمن، دول ولادي، يعني يعتبروا انا موجود. يعني ابوكوا ده من اجدع الرجال اللي شفتهم في حياتي. حكم دار اسكندريه اللواء ناصر رشاد من اجدع الرجال. الشاعر عبد العزيز جويده، الدكتوره ناهد، الدكتوره عبير قطب، الدكتوره ناهد عبد الحميد. اختي جات لي من امريكا، امواج البحر جات لي من امريكا، واخد بالك. مفيش فنانين؟ فنانين والله يا حبيبي قلبي، عشان ما كنتش عزت ابو عوف كان بيسأل عليا بشكل. الله يعافيه ويديله الصحه يا رب. حميد الشاعري لما نشروا اشاعه ان انا مت، تلقيتها ازاي الخبر ده لما قالوا انك انت؟ انا عملت مداخله مع معتز الدبردير. فلما لقوني بتكلم كويس قال لك ده مفيش فايده فيه. قال لك في ذمه الله. بيني وبينك الواحد لما بيموت ما بيعرفش ايه اللي هيجرى. فالحمد لله رب العالمين ان ربنا احياني. فلما اشاعوا اشاعه الموت دي لقيت انا بقيت الاول في البحث على جوجل. دليل على ان الناس بتحبك حب، وهذا الحب ليس الا من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ليس حبا لك كفنان، ولكن حبا لك ولما تقول ومدى الصدق اللي جواك عندما تتحدث مع الناس. فانا بحمد الله سبحانه وتعالى ان جعلني ارى حب الناس بهذا الشكل لمجرد اشاعه طلعت ان انا في ذمه الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم بلغنا. تعالى بقى نسمع حاجه جميله جدا ليك برضو معانا برضو بإذن الله. يا حبيبي، يعني رغم ان انا لدي الكثير اقوله، ولكني قريت حاجه للحسن البصري الله يكرمه ويجمعنا بيهم يوم القيامه. قال لك: ادركت اقواما بحثوا في عيوب الناس فاحدث الله فيهم عيوبا لم تكن فيهم، وادركت اقواما سكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. اللهم استرنا في الدنيا والاخره. اصعب بقى اللحظات اللي مرت عليك في المرض ايه يا ايمان؟ ان انا لما يعني وصيت اولادك بايه؟ قلت لهم لا ايه؟ انت كنت حاسس بايه بقى؟ انا كنت ضايع خالص. كنت في غيبوبه يعني؟ لا كنت ضايع طبعا، كنت ضايع خالص. بنوتي اكتشفت انها مليون راجل. اسلام ابني طبعا حبيبي، امنيه قالت له: اسلام تعالى شوف ابوك. تعالى شوف ابوك يعني ابوك خلاص بيخلص. اسلام ما قدرش يخش، جه بس رجلي وجري. انت بتتكلم كان ممكن يتفتح جمجمه. انا ما اخبيش عليك، لما يكون راجل بيتنطط على الستيج بيتحرك، وكان لعيب كوره جامد جدا، وانا عايز اقول لك حاجه للمنتخب المصري: اذا ما كانتش الدنيا كلها هتغني لمنتخبنا يبقى عمرو والايمان الوحدوش ما يعرفش حاجه في المزيكا. عامل حاجه لمحمد صلاح حبيبي اللي انا بحبه وبحترمه لما يقوم بيه مع اهله واهل قريته من رجوله وشهامه يتميز بها المصريين. صورتها سجلتها ولا لسه؟ لو كنا عندنا وقت كنت جبتها لك، لكن انا عامل حاجه لصلاح اللي اتعمل في ليفربول. سمع لنا حته اللي اتعمل في صلاح في ليفربول. وانا بقولها له: يا صلاح والله اللي اتعمل في ليفربول، هم طبعا بيحبوك يا حبيبي، بس هم اللي عملوها اماتور، يا ناس مش محترفين. انا عامل لك حاجه اذا ما كانوش هيغنوها لك في العالم كله يا حبيبي، حبا فيك،
حبا فيك ان انت راجل، انا بفتخر ان انت طب مصري. نسمع حاجه بقى منها. ما اقدرش اقول لك حاجه عشان ما احرقهاش، لا حته صغيره، لان انا عاملها ده كاس العالم قرب خلاص. حته طبعا. طب انا يلا هعملها لك وهجيبها لك اول واحد يا عمنا بتخرج. طيب بس اديني اول كوبليه، اول كوبليه. اقول لك ليه. مهما قعدت تغنيها لن تكون زي ما تكون مع التوزيع. التوزيع معمول بشكل عالمي. اخويا وحبيبي يحيى الموجي الذي لم تلده امي، ده راجل يعني انا لو ليا اخ مش هيبقى عزيز عليا زي يحيى الموجي. يحيى الموجي فنان انا شايفه من اعظم ما انجبت مصر. هجيب لك الاغنيه اولا من احسن الكلمات اللي هتلاقيها لمصر، لكن انا ضفت عليها كلمات لهذا المنتخب اللي ربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا والله يعني باذن الله ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله انك هتسمعها، اولا مش هتصدق جمال الكلام، هننفرد بيها في الحياه يعني باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. نرجع بقى. فترة المرض دي انت قلت لي فيها تجربة، وكنت لسه حتى بتحكي لي تجربة إنسانية كبيرة جدا بالنسبة لك، وتجربة إنسانية انك تعرف اللي حواليك ومحبة وانا الناس. نايم وانا نايم بنتي بتشغل لي قرآن. هقول لك شيء بقى اكتشفته، يجب الناس تحرص تماما. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء اللي هم الحبايب يا جماعة. الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الذين آمنوا بربهم وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. متخيلين يعني إيه الحبايب يتبرأوا من بعض يوم القيامة؟ ليه؟ إنهم كانوا بيحثوا بعض على الرذيلة. إلا المتقين بس، اللي هم دايما الصحبة الحلوة، اللي دايما لما تكون مع صحبة حلوة تلاقيه بيقول لك تعال نصلي، تعال نذكر الله، تعال. هم دول اللي مش هيبقوا اعداء. قول لي من بعد ما فقت من الغيبوبه او بعد خروجك من كبوه المرض، ايه اول حاجه يعني حسيتها؟ حسيت يا حبيبي ان ربي سبحانه وتعالى لما يكون بيحبك يقرصك مره، يقرصك التانيه، يقرصك التالته. خلي بالك، لان انت عندك متولي الشعراوي الله يكرمه ويبارك له يجمعنا بيه يوم القيامه، يقول لك لما البني ادم يوصل 40 سنه ياتي ملك يمسح على وجهه يقول له الا آن لهذا الوجه ان يستحي. كفايه بقى، انت وصلت لسن 40 سنه وربنا احياك سنه، مش كفايه بقى كده؟ ولذلك ربنا يقول لك احب ثلاثا وحبي لثلاث اشد، فاحب الشيخ الطائع وحبي للشاب الطائع اشد، واحب الغني الكريم وحبي للفقير الكريم اشد. شوف الكلام يا عمور. وابغض الغني المتكبر وبغضي للفقير المتكبر اشد. واخد بالك؟ وبعدين ابغض الفقير البخيل وبغضي للغني البخيل اشد. شوف المقابلات وشوف العظمه، شوف الجمال. بس انا ليا سؤال عايز اساله لك يا حبيبي يعني، واسمح لي، انت عارف مساحه الصداقه اللي بيننا تدوم سنين طويله طبعا. تخليني اسالك ده بشكل عفوي جدا. قول يا حبيبي. تجربه المرض دي مش خلتك تحس ان الدنيا ما تستاهلش ان الواحد يعني يتصارع فيها ويختلف فيها ويدخل في صراعات؟ انا من ضمن الحاجات اللي بقراها كتير قوي، ولا ايه؟ انك انت يعني دي مش تجربه مثلا او نتيجه انك تسامح الظالمين. حلو. لا انا مش بتكلم لا يعني انا بتكلم على فكره انت ظلمت. ثانيه بس، انت ظلمت، ربنا قال لك ايه؟ قال لك تسامح مع الظالم، ولا قال لك اتقي دعوة المظلوم فإنها ليست بينها وبين الله حجاب؟ فلو انت كل واحد اتظلم يسامح المظلوم كانوا افتروا علينا يا اخي. ربنا ما قالش كده. ربنا قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لما انت غير قادر انك تاخد حقك وتقول لي انا مسامح، انت راجل ضعيف، انت راجل ما تقدرش تاخد حقك، عشان كده بتسامح. لكن التسامح لا ياتي الا من الرجل القوي الذي يستطيع ان يفعل ويسامح. فانا بقول يا ظالم مهما تجرحني وغدر الظلم يذبحني، ده انا عمري ما اعيش محني ولا حركع لغير الله. ده ايمان البحر درويش. بس اسامح الضعيف، لكن اللي بيظلم ما سامحوش واخد حقي واقتص منه لاي واحد ضعيف. انا ايمان البحر درويش اتخلقت كده. نسمع حاجه للصيام بقى. ايه يا حبيب قلبي؟ هنسمع حاجه للصيام. اتفضل. انا بس عايز انوه ان الاغاني الجميله دي او الاغنيه دي تحديدا دي جديده، والحقيقه الفنان الكبير ايمان البحر درويش خصنا بيها، وزميلنا العزيز محمد جلال المخرج في المحطه الجميل هو اللي عمل لنا الشغل بتاعها.
فاغنيه جميله جدا جدا. وبرده في حاجات تانية هنزعها دلوقتي خصنا بيها النجم أنا في ايمان البحر درويش. الاذان. اه الفنانه شيرين رضا كانت مره قالت حاجه على الاذان اللي بتسمعه، بس هي ما اختارتش الالفاظ الصحيحه فهاجموها هجوم شديد. لكن هو فعلا الاذان دلوقتي في ظل الميكروفونات دي، انا كنت بدن في زاويه في جنب بيتي، فكانت الست اللي في الدور الاول بتجيب لهم امن الدوله. فقالوا لي استاذ ايمان لو سمحت اطلع قول لها ما تجيبلناش امن الدوله لو سمحت. فطلعت قلت لها والنبي يا مدام لو سمحتي ممكن بس ما تجيب لهمش امن الدوله. قالت لي انت ادن زي ما انت عايز لكن هم هجيب لهم امن الدوله برضه. تعال نسمع الاذان بتاع ايمان البحر يعني. الشيخ العجمي يرتل من مقام العجم والكرد. يعني الاذان اللي احنا سمعناه دلوقتي واضح انك انت يعني تتغنى بيه بشكل جميل جدا جدا. اقول لك ليه؟ يعني سيد درويش، عشان اقول لك انا حظي ان انا اتولدت في بيت هذا الرجل. لو تفتكر عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطن طاطن طاطي. شفت التعبير؟ هذا التعبير ربنا جعله مع سيد درويش فقط لا غير، لم يكن موجود قبله. يعني ايه؟ ربنا لما تيجي توصف آية عن النعيم، هل ينفع وانت بتوصف آية النعيم لما تيجي تكمل وصف وتدخل على آية من الجحيم تبقى بنفس المقام؟ لا يمكن. لأن النفس البشرية لما تسمع هذا المقام بتتأثر به. عندما تعبر عن الجحيم يجب أن تختلف عندما تعبر عن الجحيم. ده اسمه التعبير، التعبير عن المعنى لم يكن موجود قبل سيد درويش. أنا ربنا انت حريص بقى على انك تقدم دايما في المسجد صلوات ايه بقى في كل الصلوات؟ والله ولا انا الفجر عشان احنا بنبقى سهرانين لغايه الفجر طبيعي. الفجر انا بحب الفجر ليه؟ لان الفجر بالذات صلاه يعني انت عارف الفجر ده لما تيجي تصلي الفجر في جماعه كانك قعدت طول الليل تصلي، ركعتين في جوف الليل بالدنيا وما فيها. يعني ايه؟ انا قاعد اصلي طول الليل بصلاه الفجر يا جماعه بس، وبعدين الصلاه في رمضان ب70 في من سواها. يعني ايه؟ يعني لو صليت الفجر جماعه او صليت اي صلاه جماعه اضرب في 70 في 27 تعرف انت صليت كم صلاه من اللي عليك. تتكلم في 5-6 سنين تقريبا. في ناس تقول لك لا ده ثواب. لا دي فيها كلام. الحسبه دي فيها لا الحسبه من اللي عليك دي فيها كلام. خش معايا مش عايز اخش فيها. لا لازم تخش. لا اسمعني. الدين خليني بس الدين بص اوعى تفتكر ان الدين رب حامل فقه وليس بفقيه. يعني ايه؟ يعني لازم تقنعني. عشان كده انا عندي فكره برنامج اتمنى ان انا اعمله في الحياه ان شاء الله. انت تنور الحياه. اسمه على اسمي، اسمه بحر الايمان. اسمه ايه دلوقتي؟ انت ناوي تقدم برامج؟ لا بقى. مش ناوي اقدم برامج. لو انا ناوي اقدم برامج عشان ابزنس ما اعملش بحر الايمان. اعمل اي برنامج فيه غنى. امتى؟ انا بعمل هذا البرنامج عسى ان يكرمني الله سبحانه وتعالى بثوابه في الدنيا والاخره ان شاء الله. يتقبل. بقوله لك ما بهزرش. كلمت الدكتور وسيم السيسي، كلمت الدكتور الاب بطرس دانيال، هذا الراجل بشكره شكر بالغ. هتعمله ببلاش يعني؟ انا اعمله ببلاش ويكفيني كرم الله. يكفيني كرم الله ان يتقبله مني لله سبحانه وتعالى. ان هذا البرنامج يتحدث عن الايمان. ما هو الايمان؟ وجهة نظرك. ربنا جعل جوه البني ادم شيء لا سلطان لاحد عليه ابدا، اللي هو ايه؟ الايمان والحب. لو جبت لك مسدس وحطيته هنا قلت لك يا عمرو حب ايمان البحر، بقول لك حبه، هتقول خلاص بحبه، لكن هل انت حبيته؟ ابدا. لا انا بحبك من غير مسدس حبيبي. لا عشان كده انا اتمنى من عاهل السعوديه الله يكرمه يشيل السيفين من على علم السعوديه. ليه؟ ان هم بيدعوا كذبا ان الاسلام انتشر بالسيف. الايمان ما ينفعش حد ينشره باي حاجه بالسيف ولا بفلوس. انا ممكن اقول لك امنت بس انا اصلا من جوايا هنا ولا امنت ولا حاجه خالص. انت عارف في كام ملحد موجودين في مصر؟ كام؟ قول رقم عشان خاطري. قول رقم بس. رقم. لا انا ما عنديش احصائيه، بس انا خليني دكتور وسيم قال لي 8 مليون. يعني ما فيش رقم. ثانيه واحده بس. 8 مليون ده معناه ايه؟ هل هو الجهل السبب؟ اقول لك لا. نجوم العالم في امريكا من اكثر الناس الملحده، لدرجه ان بروس ويلز اللي هو صاحب سلسله افلام داي هارد سالوه لو انت رحت الجنه وكنت واقف على باب الجنه اول طلب هتطلبه ايه؟ قال لهم ارجع لبيفرلي هيلز تاني. يعني ايه؟
يعني الكلام ده هجس، لا في جنه ولا في نار ولا في كلام ده. طب الكلام ده انت مش محتاج تتناقش فيه بعقليه تتقبل الاخر. بمعنى ايه؟ لما ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ايه؟ ده عهد على الله، لا يعذب احد الا عندما يرسل رسول. ليه؟ الرسول ده بينزل بمعجزه، هذه المعجزه تثبت ان الله سبحانه وتعالى ارسل هذا الرسول. فمن منا راى معجزه موسى عليه السلام، انشقاق البحر. انت كده جهزت للبرنامج خلاص. لا دخلت انا جاهز هنا وجاهز انا بس هنا. عايز اسمع الناس اغنيه الصيام كمان طبعاً، عشان دي اتفضل. انفراد دي. معانا تليفون مهم بالنسبه لك، اتفضل. الاب بطرس دانيال. اهلا بحضرتك قداسه الاب، اهلا بحضرتك. يا حبيبي استاذ عمرو، زي حضرتك؟ الله يخليك، دكتور عمرو. الله يخليك يا ويبارك. حبيبي. فنان الرائع ايمان البحر، ربنا يحافظ عليك. يا حبيبي اشكرك العفو اشكرك. انت فعلت. علاقتكم ببعض ايه بقى يعني قداسه الاب بينك وبين الفنان ايمان البحر يسأل درويش؟ عليا من يوم ما كنت في المستشفى في اسكندريه حتى يومنا هذا. اشكرك يا انا حبيبي. اولا بعتز بيه. اشكرك يا حبيبي وربنا يجازيك كل خير. انساني حقيقي، وكنت اتمنى حتى يعني كنت في استعداد وبعت ابنه بس ما قدرتش اوصل ان اروح ازوره في اسكندريه. حبيبي ربنا يخليك والله. وقعدت اهتم قوي، عايز اطمن عليه لان كنت قلقان جدا وزعلان، وحتى الناس بيقولوا لي اطمن، قلت لهم حاضر اطمن، وكتبت لهم على الفيسبوك والفنان رايح معايا على الفيسبوك، قلت لهم اطمنوا افضل بكتير، ندعي له كلنا ان ربنا يديله الله الصحة. يكرمك يا حبيبي، الله يكرمك، الله طبعا يكرمك. دي لانه يستحق كل تقدير بالفعل واحترام. حبيبي ربنا يخليك والله. ياما امتعنا باعماله، ربنا يخليك لينا والله يا فنان حبيبي العظيم. انت فعلت ما يقوله رب العزه. يا ابن ادم مرضت ولم تعدني، قال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال فلان مرض فلم تعوده، لو زرته لوجدتني عنده. انت فعلت شيء اساس عندنا. هو الحقيقه الاب بطرس دانيال مرشود للحقيقه دايما، حتى زياراته الاخيره للفنانه الكبيره ناديه لطفي والفنانه ماجده. يعني انت الحقيقه دايما يعني لك بصمات انسانيه جميله يعني قداسه الاب بطرس دانيال. اشكرك يا حبيبي. حضرتك دكتور عمرو وربنا يخليكم. وانا كمان بنتهز الفرصه اقول لحضراتكم وجميع المشاهدين وجميع المصريين كل عام وحضراتكم بخير، بحلول شهر رمضان. وانت بخير يا حبيبي، وانت بخير يا حبيبي، وربنا يجعله بركه وخير وسلام علينا كلنا يا رب ان شاء الله. علينا كلنا ان شاء الله. شاكر لحضرتك جدا، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب مشاريعك الفنيه اللي جايه بقى، اول حفله قادمه امتى؟ هتغني ايه بقى؟ في البوم نازل جديد؟ في ايه بقى؟ عندي حفلتين اهديهم للمركز الطبي للقوات المسلحه. اول حفله اللي انا كنت بتعالج فيه، وبشكر دكتور حسام ودكتور احمد غنام وسياده اللواء احمد جنيدي وسياده الفريق عبد المنعم الطراز على ما قاموا به معايا من رعايه اللي هي. وبعدين اقول لك حاجه، مجرد سؤال معالي وزير الدفاع والسيد رئيس الجمهوريه خلوني اقف وامشي على رجلي واجري واعمل جوجنج في الاستاد. ده شيء بركه من الله سبحانه وتعالى، انك انت يبقى عندك من العزيمه. هل عندك حفله في العيد مثلا؟ في حفله متوقعه؟ الحفله يعني اول حفله ايمان البحر درويش بعد الشفاء ان شاء الله. اول حفله هتبقى لصالح هذا المركز ودكتور مجدي يعقوب بعد كده. دول اول حفلتين. لكن اللي عايز اقوله للناس، انتوا هتسمعوا شكل حفلات جديده عمري ما عملته في حياتي. انا عامل لكم مزيكا اعظم ما قدمت في مصر والعالم العربي من موسيقى عربيه لن تصدقوها في هذا الالبوم الجديد. وكل حفله سيكون فيها من الموسيقى ما يجعلكم فخورين ان هذه الموسيقى موسيقى عربيه وتحمل اسم مصر. قول لي ايمان، دايما عندي سؤال يعني دايما بيلح في ذهني، فكره ايه اجمل اغنيه لسيد درويش انت غنيتها وبتحبها؟ اقول لك حاجه، سيد درويش، انا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الاهرامين، جدودي انشأوا العلم العجيب ومجرى النيل في الوادي الخصيب، لهم في الدنيا الاف السنين ويفنى الكون وهم موجودين. دي من اعظم ما قدم سيد درويش، من اعظم ما قدمه. لكن سيد درويش له دي بالنسبه لك اهم اغنيه انت غنيتها؟ لا من اعظم انت غنيتها. لا انت غنيت، انت اللي بتحب ايه؟ لا من اعظم ما قدم. ليه؟ طبعا انها شكل من الالحان العالميه وليست الشرقيه، رغم انه في النهايه بيقلب شرقي، اللي هي بقول لك على اللي خلاني افوت اهلي واوطاني بقى مقسوم 1.5. فالاصابجي قال لك ازاي مش حلو كده؟ ازاي اللحن في الاول يبقى عامل كده وفي الاخر يبقى مقسوم؟ قال له بس اسمع، ده لو ما كانش سيد درويش ما كانش عامل كده. قال له ليه يعني؟ قال له هو بقول واقول لك على اللي خلاني افوت اهلي واوطاني حبيب. احنا لما بنحب بنبقى فرحانين،
فلازم يبقى 1.5 المقسوم. ده سيد درويش. الاولاني فيه فخر وفيه اعتزاز بمصريته. انا بقى عامل الله على مصر، الله على ابطالها وشبابها، ايد واحده ومعانا الله لاجل نرجع امجادها. طول عمرك صبر علينا شايلانا في نن عينيكي، واحنا بالروح ضحينا وبنهرب منك ليكي. ده الواحد يوم لو سابك يرجع يسجد على بابك. الله. عشان كده الفكره اللي عندي مع اخويا محمود الفرماوي، عامل حاجه اسمها رد الجميل. اتمنى ان تتبناها الحياه. ليه؟ رد الجميل لمين؟ من مصر ترد ولادها، ترد لاولادها المخلصين الجميل، واولادها المخلصين يردوا لها الجميل، لانها طول عمرها بتراعيهم. يعني شوف الرئيس القرار اللي اتخذه، رغم ان انا لم استرد مليم من اللي صرفته حتى يومنا هذا. الرئيس اصدر قراره، مش ممكن الرئيس هينزل بقى ينفذ القرار، ما ينفعش. الرئيس اصدر قرار انها مصر عندما تهتم باولادها، فعمل ايه؟ اصدر قرار بعلاج الفنان إمام على نفقه الدوله كاملا. هل إمام بحدويش تسلم شيء من اللي صرفه؟ ما تسلمش حاجه. هل ده عيب الرئيس؟ مش عيب الرئيس، ده عيب مين؟ عيب المكلف بتنفيذ هذه القرارات. فبالتالي عندما يظن احد الناس خارج مصر ان مصر قد قصرت في حقكم، تاكدوا لا. انا هثبت لكم في هذا البرنامج ان مصر طول عمرها لا تقصر في حق اولادها، ولكن الذي يقصر هو المكلف بذلك وليست مصر. لان السيد رئيس الجمهوريه لما قابل هذه البنت البسيطه جدا، ده عنوان، مش ايمان البحدويش كراجل مشهور، لا، هذه كانت بنت بسيطه تسعى على رزق اخواتها واولادها. ده رد مصر لاولادها المخلصين المكافحين الشرفاء. قول لي بقى بالنسبه للسينما، انت كنت يمكن الناس كلها عارفه انك انت بداياتك كانت نجوميه طاغيه جدا في السينما. ربنا كرمني الافلام كرم اللي بالغ. عملتها حكايه لغايه دلوقتي بيقولوا لي مين ابن ميرفت امين ومين ابن مشير اسماعيل، ومين ولا حد يعرف يا عمرو. وتزوير في اوراق رسميه. يا حبيبي. هل في تجارب سينمائيه جايه؟ يعني انت النهارده الحمد لله ربنا، يعني انا شايفك الحمد لله صحتك كويسه والله عندي عندي تجربه سينمائيه، بس السينما كومبينات شلاليه، وانا ماليش شله للاسف. وطول عمري ماشي بحاجه اسمها اطلبوا الامور بعزه الانفس. تلفزيون، انت عملت مسلسلات كتير، فان الامور تمشي بمقادير. يعني ايه تمشي بمقادير؟ يعني ما اروحش اتحايل على حد. اتحايل على حد ليه؟ لكن انت ايه المشروع اللي انت نفسك فيه في السينما؟ تعمل سيد درويش مثلا؟ لا، عملت سيد درويش عايز اعمل سيد درويش لان في حدوته لسيد درويش عندي انا. لان سيد درويش قتل مسموما من الانجليز اللي هم طلعوه في الفيلم ان هو مات من الحشيش والافيون. قتل مسموما واهله طلبوا تشريح الجثه، والحكومه رفضت، اللي هي الحكومه التابعه للانجليز رفضت في ذلك الوقت. واتمنى من السيد رئيس الجمهوريه ان يتم تكريم سيد درويش بما يستحق. ده راجل ضحى بشبابه في سبيل هذا الوطن. تكريمه ما بقاش يتشال اسمه من مسرح سيد درويش في اسكندريه، يتهد بيته في اسكندريه. انا اتمنى من دوله الرئيس هدوا بيته في اسكندريه وشالوا اسمه من على مسرح سيد درويش. سيد درويش يستحق. هو اسم مسرح سيد درويش بقى ايه دلوقتي؟ دار اوبرا، مع احترامي لدار الاوبرا. يا ريس والله اظنهم بيقولوا قاعه سيد درويش. لا، قاعه سيد درويش في مصر. لكن مسرح سيد درويش في اسكندريه اتشال اسمه من هيبقى دار الاوبرا. والله يا ريس سيد درويش يستحق من دولتكم تكريم اكتر من كده بكثير. نشيد بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، لم تأخذ الورثة حتى الآن حق الأداء العلني فيه، ولا أستطيع أن أنا ممكن أقاضي الدولة في ظل وجود دولتكم على رأس هذا الحكم. لكن ده حق الورثة مش حق إيمان البحر. الورثة دول كم كبير. انتوا كم واحد تقريبا يا ايمان؟ كتير يعني سيد درويش انت حفيده؟ أنا لا، في كم حفيد؟ بابا ابنه الكبير وعمي حسن رحمه الله ابنه الأصغر. في حد تاني غير كده؟ هم دول الولدين. والولدين دول في محمد وطارق ولاد عمي، وانا عندي اخواتي حسن وخليل الله يرحمه وعبد الفتاح. لكن هناك ورثه كتير جدا 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 يحتاجوا رعايه دوله الرئيس. ان دوله الرئيس دائما يكرم مصر كلها تورث سيد درويش. لا، دوله الرئيس يكرم دائما من قدم لهذا البلد. فاعتقد سيد درويش قدم لهذا البلد روحه. صحيح. عندما يقتل هذا الرجل يجب ان يتم تكريمه. بس انت في دلائل على ان هو قتل فعلا. يعني في انت بقول لك نشر في الجرايد الرسميه ان اهله طلبوا تشريح الجثه، والحكومه التابعه للانجليز في ذلك الوقت رفضت هذا الطلب، مما يدل على ان هناك شبهه جنائيه. فلو مات من الحشيش والافيون كان ايه؟
كان شرحوا الجثه واثبتوا ذلك وخلاص. لكن سيد درويش عمل الحشاشين، بتقول ايه؟ واقول لك الحق يوم ما نلقى بلادنا طبت في اي زنقه يحرم علينا شربك يا جوزه، روحي وانت طلقه مالكيش عوزه، دي مصر عايزه جماعه فايقين. ده راجل يكون حشاش برضه يا جدعان؟ ده راجل يكون حشاش برضه يبقى بيعمل كده؟ طب انا سمعنا حاجه لسيد درويش بقى يا حبيبي سمعنا حاجه لسيد درويش. لو النبي عموره ده لسه عايز يتزيد شويه. بتعمل تدريبات صوتيه طبعا وكده؟ طبعا طبعا. اتاثرت في ايه بقى النزيف اللي جه؟ يعني النزيف لما بيكون هنا الحمد لله ان هو لم يتاثر على الكلام، لكنك بتحتاج انك انت تبقى بتتمرن عشان المخ بياخد يعني نفسك مثلا، تاخد نفسك في بطنك، تبتدي تتمرن تمارين اللي هي تخليك تطلع نفسك الهواء بتاعك يطلع فيه اطول وقت ممكن، والنوة الموسيقيه والعربه تعملها امتى وتقف امتى. ده الكلام ده كله محتاج تعود مره اخرى الى تدريباتك. عموما احنا هنكون سعداء جدا لما نكون معاك ان شاء الله في اول حفله تقدمها ان شاء الله، وننقل اخبارك الجميله إن شاء الله الجديده، اخبارك الفنيه شاء الله. وليست اخبارك الصحيه. الحمد لله احنا طمنا عليك النهارده الحمد لله. لو شفت انت بص، لو في عندنا الحفله بتاعت محكى القلعه والله. طب نشوف بتاعت انا مخرجنا الجميل. يلا يا احمد. انا بحيي الناس اهو، خلاص بحيي الحفله خلصت. فسلام عليكم خلاص. فلقيت الولاد ما شاء الله لا قوه الا بالله، انا بخلص وماشي بقالي ساعتين ونص بغني، والولاد بيعملوا ايه؟ عمالين يتنططوا وبيغنوا عن طرف السما، رحت موقف المزيكا. نشوفها يلا نشوفها. اتفضل. عموما انت يعني شايف الناس بتستقبلك ازاي؟ لا هي مش كده بس. واحد بيقول لي هو حضرتك عندك كام سنه؟ قلت له يا ساتر يا رب يخرب بيك. انت عندك كام سنه صحيح يا ايمان؟ انا 62 سنه. ربنا يديك الصحه. ايمان بس اقول لك حاجه، قول لي. ولله الحمد، وعايز اقول لكل الشباب اللي موجودين، انا عمري ما شربت سجاره، عمري ما شربت خمر طوال حياتي، طول عمري، مع اني دخلت في مجال الفن اللي هو كله الحاجات دي عاديه جدا جدا. دكتور يسري عدوي الله يبارك له ويكرمه يا رب، انا بشكره جدا، انك تقول الشرايين بتاعت البني ادم لما يكون رياضي يبان، لما يكونش يشرب سجاير يبان. وده اللي ربنا اكرمنا بيه، زي ما قال متولي شعراوي زمان لما كان بيكح يا عيني، قال انا ما صنتش شبابي وانا صغير فده جزائي. شوف الصراحه، انه كان بيشرب سجاير وهو صغير، فربنا ده الجزاء بتاع انك انت ما تحافظش على شبابك وعلى صحتك، فيكون الجزاء كده. فانا الحمد لله رب العالمين عدم دخولي في هذه المناطق الخاصه بالسجاير. كنت بحب الرياضه حب شديد يعني، لو باين اهو انت اهو كنت لعيب كوره والله، كنت لعيب كوره. انا عندي في برنامج دوري النجوم كنت بلعب مع ناس في منتخب مصر، والله هتلاقوني استحق ان اكون في منتخب مصر، واحتمال تلاقوني مع محمد صلاح يجوز. احتمال. ايمان البحر درويش الصديق العزيز الفنان الكبير، نورتني وشرفتني النهارده. ايمان بشكرك جدا، انا مش عايز اثقل عليك اكتر من كده، وقدر جدا انك انت جيت لي من العلاج الطبيعي، ومتشكر جدا على حضورك معايا في اول ظهور ليك. اشكرك يا حبيبي، ورمضان كريم عليك. الله اكرم. كل سنه وانت بالف خير وصحه وسعاده، كل المشاهدين، ودايما نسمع عنك كل خير، وربنا يديلك الصحه وطول ان شاء الله، وسلام لاسرتك الجميله الصغيره اللي كانت جنبك في مرضك في الفتره الاخيره. ننوسه الجميله اسلام حبيبي، كل سنه وهم طيبين. طيب حبيبي. بعد الفاصل هيكون معايا نجم جميل الحقيقه، قدر يثبت نفسه بسرعه جميله جدا وفي وقت قياسي، عبده سليم. الاسم ده هنتذكره جدا قريبا جدا. غنى مقدمه ونهايه مسلسل هيعرض ان شاء الله حصريا على شاشه الحياه في رمضان، مسلسل ايوب. بعد قليل النجم الجميل عبده سليم في بوضوح.